حياكم الله جميعا في مقطع قديم. اليوم جايب لكم لعبة المارد الازرق، بس قبل لا نبدا اهم شيء دعمكم باللايك والاشتراك. المارد الازرق طبيعي الناس لعبوها اللي هو لو تذكر الاسامي اليوتيوبر لا تعد ولا تحصى. فذا المارد ذا النشبة وشوفوا وجه هذا لطيف مرة، فانا جايب لي واحد اللي مرة يفزع معاي. شكرا لكم على المقطع اللي طاف اللي هو بندريتا وشونج اللي هو ماسوني. اشكركم على دعمكم واللايكات والاشتراكات، فشكرا لكم جميعا، اشكركم شكرا. وان شاء الله بعوضكم مقاطع اسطوريه باذن الله. فكره المقطع اني بجيب 4 يوتيوبر في مفاجاه في نهايه المقطع. زي ما تشوفوا قدامكم بيجي اخوي سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بلنا على كلمه سريه زي جران. طيب يا جماعه الخير راح نبدا تحدي يا جماعه الخير. راح نطلع يوتيوبر اول، يعني اليوتيوبر اللي طول عمره السلامه هو ابو عابد. نطلع ابو عابد طبعا. يلا بسم بالله، اعطني الماوس يعدم عليك. نبدا على بركه الله. هل الشخصيه انثى؟ ابو عابد من متى صار بنت؟ انا مشاكل على طول، انا مالي شغل. شوف عندك شوف وجهه، شوف وجهه مسوي نفسه مدرب. وجه حاط شنب، وضعيه المدرب، وضعيه المدرب صحيح. لا طبعا. هل الشخصيه معروفه بالالعاب الالكترونيات زي كذا؟ صراحه ابو عابد ما يلعب جيمنج صراحه. والله ما ادري. هل الشخصيه سعوديه؟ نعم. هل الشخصيه يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصيه عضو فريق؟ اي نعم. هل الشخصيه اوكي. هل الشخصيه من باور؟ قرب. لا صراحه قرب يعني. يا هذا الساحر يا اخوان، ما ادري اذا يسمع هذا. يا اخي انش فيك يا اخي. شوف يعطيك كذا في حكه هو. طيب هل الشخصيه باور؟ نعم هو شخصيه باور. هل الشخصيه متزوجه؟ ابو عبد متزوج؟ لا مو متزوج. ما تزوج. والله ما ادري يا اخوان، انا والله ما بدخل في نيه الرجال صراحه. ركو ريان. لا الصراحه يا اخوان ترى حر انك قاعد نصور وما في مكيف، تلخبط طبعا في القرايه وزي كذا. بعد ما يحط نظاره صح؟ الا لا بس لا ورب الكعبه احط. لا ما احط نظاره. من متى يحط بس نظاره هو؟ لا نظاره صفراء. لا يا رجال هو يتشخص اصلا. هل الشخصيه قصيره القامه؟ ابو عابد الصراحه اطول مني. نعم اطول مني ما شاء الله. هل الشخصيه قصيره القامه؟ لا صراحه. هل تحب الشخصيه سمك؟ ابعد ياكل سمك؟ والله ما ادري. انا لا اعلم، بحط انا لا اعلم ايش دراني ايش ياكل ايش ما ياكل. والله ما ادري يا ابو عابد، والله ما ادري. هل الشخصيه شاركت في المسلسل؟ ابو عابد لو مثل اصلا يمكن بيطردونه يوم في ليله. لا انا اقول 100% بياخذ اوسكار. انا الصراحه اقول مو ماخذها يعني صراحه. انا اقول بياخذ. يا حبيبي شوف، اذا خذاها مبروك، ما خذاها عاد يحاول الرجال. هل الشخصيه سابقه الظهور في التلفزيون؟ قد طلع تلفزيون؟ قصدك في اعلانات شيء دعايه؟ والله ما ادري عن ابو عابد. حط لا. هل شخصيه نصراوي هو؟ سجل النصر هو؟ لا هلالي. ابو عابد هلالي يا اخي. ليش سجل هلال ابو عابد؟ ليه؟ خليك نصراوي مع كريستيانو رونالدو اكيد. صراحه لا. هل الشخصيه قدر على انتاج الكهرباء؟ هو كهربائي، هو تخصصه كل شيء ابو عابد يسوي. والله يمدحك ابو عابد، كل شيء يسوي، كل شيء يا اخي انت تمدح واجد انت مره. والله بقول لا، ما اقدر اقول شيء. لا خلاص اوكي. هل الشخصيه جديده في فريق؟ اي نعم هو دخل. لا نعم. لا نعم هو شخصية جديدة في الفريق اكيد. مع باور 10 سنوات. وين اقدم واحد؟ باور شونج معروف. لا ابو عابد انا جديد وكاله. لا هو جديد وكاله هو. انا داري هو لو انه قال بس سؤال طالع من الصناعيه هو. لا هل الشخصيه جساميه الجسم؟ لا شوف ابو عابد هو شوف صراحه سوى تكميم الرجال. دقيقه ترى اذا هو قال شيء انا ما ادري شو هو قال. الشخصيه والله الصراحه سوى التكميم والسمن، يعني ما ادري شو الوضع. الشخصيه نعم هو دب الصراحه ورجال يعني لعب رياضه. شوف ديسك سبحان الله. انا اقول الصدق اكذب اقول الصدق. ليش اكذب؟ هل الشخصيه من قرب اوكي. ابو عامر والله طلع قسم بالله. وش يبرد كان هو؟ اتوقع. نعم الله يقطع عليك المارد. نعم مفترض يحطوا صورتي مع ابو عابد. الله يقطع بليس. جاب اول تحدي يا اخوان اللي هو ابو عابد. طيب الحين وش الشخصيه بنجيب بعد منك؟ الشخصيه طول عمره السلامه ابو السعد. اسكت لا يسمعنا ذا. هذا بيسمع. ما شوف الحين ناظرنا. شوف وجهه وكل شيء. شوف شنبك مبين كذا. انت صارك زعجتني. انت ما عندك شنب عندك شو تقول لي هذا يطلع له شنب؟ تستهبل عندنا لك. يقرب لك هذا. لا هل الشخصيه تريد تلبس النساء؟ مين بس الله يقطع. هل الشخصيه علاقه بالعاب الفيديو؟ ابو السعد ما لعب يا رجال صراحه. لا والله. هل الشخصيه متزوجه؟ ابو السعد ما تزوج والله. ابو السعد مو متزوج. ما متزوج. هل الشخصيه عضو من فريق؟ طيب هل الشخصيه عضو من فريق باور؟ يا حبيبي هو اول كان باور الحين فرح فالكونز. لا اول مع باور. اي صح اول فالكون. والله يا اخوان وقيقة اخوي صفر معليش شيطانيه. هو شوف ساحر هو. شوف هو ساحر. شوف انا بقول لك تدري اقول لك ليش اقول لك ساحر؟ أوكي. هو
ليش ساحر؟ ترى يوم اروح البوليفار انا رسما قدام ما ادري كيف عشان شاف اللوبي مسوي تشيك بوينت في المسرح. هل الشخصيه تضع نظاره؟ نعم تضع نظاره. هل الشخصيه في فريق فالكونز؟ نعم. قرب يا عيال. والله جابها والله جابها. ما تزوج اهم حاجه تغصبون الرجال يتزوج، ما تزوج هو. ما ادري شكل المارد عند المهر. لحيه سوداء ما عنده دقن يا رجال يحلق اصلا ذا. هل الشخصيه هل تسكن الشخصيه مع يوتيوبر؟ انا ايش دراني من ينوم معه من ما ينوم معه. بندريتا على كيف ذا وين بندريتا حبيبي ذا مضيع. بقول شوف ودي اسلك اقول نعم من مصدقه بقول لا والله لا يا جماعه الخير بنكمل التحدي لازم نطلع ابو السعد يا اخوان. هل الشخصيه نحيفه؟ مو بنحيف دب. هل الشخصيه تلبس ملابس صفراء؟ لا في بيتها نعم. والله اني حسبه صدقت اقسم بالله حسبه طلع لي يوتيوبر والله يا الله يتحمل. تظاهر شخصيه في مسلسل يا من الحلال مو بشباب بوم. انا شخصيه ما عنده شنب ابو السعد الله يقطع ابليسك يا المارد. طبعا التفله على مارد عليك المارد. نعم الله يقطع معه بطاقه بيسفر ذا راح يسافر. الثالث اليوتيوبر اللي هو يا جماعه الخير تاحو راح. هل الشخصيه ذكر؟ اكيد ذكر. هل الشخصيه عضو بفريق؟ نعم. إيه هل تحب الشخصيه؟ نعم تحب البطاطس. هل الشخصيه تجيب بطاطس بيجيب بندريتا؟ لا هو يحب بطاطس هو. بس اكثر شيء مشهور فيه بندريتا. اي والله صادق والله صادق عنده محل هو. هل الشخصيه مشهوره بسبب العاب الكترونيه؟ لا. السوداء مستحيل 99. هل تعيش الشخصيه في مدينه جده؟ نعم. هل الشخصيه متزوج؟ ما تزوج الرجال. هل هذا الشخصيه معروف بتضييع الفرصه؟ اوكي شوف يا عزيزي المشاهد من دحين لا تقعد تكتب لي في التعليقات انت تبغى توصل المقطع 10 دقائق لا انا بفضفض. تبغى انا اقفل اوريك اوريك. استغفر الله العظيم. بس يا حبيب لا عزام مشتق عزام مو بعزام. لا يا الله لا اقول. هل الشخصيه من فريق بيوتيوب؟ نعم. هل الشخصيه عضو؟ لا مو بور. هل الشخصيه منسقه على وجهها؟ الله بطني. هل الشخصيه نحيفه؟ من الممكن هو مو نحيف مره عاد مو بنحيف تاحو مره. هل تعيش الشخصيه في مدينه جده؟ نعم. تاحو اخيرا يا الله والله كنت بقوم قسم بالله كنت بقوم. هل الشخصية مشهورة بسبب ألعاب إلكترونية؟ نعم. هل الشخصية من فريق باور؟ لا. هل الشخصية عضو بفريق؟ نعم. نعم. هل تحب الشخصية بطاطس؟ لا. هل تقوم بالشخصية بالتصوير في بيتها؟ نعم. هل الشخصية يتبع حسابها أكثر من 1,000,000؟ لا. هل تشعر الشخصية بخوفها؟ لا. هل حصلت على الشخصية على درع ل10 مليون؟ لا. هل الشخصية أكثر من عنده 5 مليون؟ لا. اكس 19 طلع لكم شفتوا يا اخوان يا الله والله يا جماعه صار حفله هنا قسم بالله جنيت. طبعا وجه متغير انه صارت في مشكله يا اخوان. اي لنا يا اخوان. فنعم حط نعم هو اكس 19 يا جماعه الخير. هذا هو اخوي طلع لكم اكس 19. كم بحثوا عنك صح 463 يا اخي عنك ليش قليل صح. انه شو اسمه طولنا مره وإن دورنا يوتيوبر كثيرين. انا اقول لك ضغطت كذا بالغلط اقول لك صارت مشكله يعني تنزل لقطه واني اعوذ بالله يا اقول لك انت اقول لك ضغطت يدي كذا ضغطت بالغلط يدي يا اخي يقول سمينه الجسم انت سمين عندك يعني نحيف عود زي انت يوكيت سمين ها شوف متحمس ديك بطيء هذاك اشتركوا في قناتي اشتركوا والله قناتي طبعا عادي بالقناه اشتركوا فيها عادي ما عندي مشكله والله. فشكرا لكم اعطوا النصيحه اي والله سامحني عندك اني قطعت نصيحتك وانا عارف نصيحتك بالذات انت اخوي كبير وعلى عيني وراسي بس نصيحتك معروفه كل الناس يعرفونها فانا ببدا بنصيحتي اول شيء بعدين نصيحتك المقطع الجاي يا حبيبي. طبعا نصيحتي يا جماعه الخير ان لازم تكون تنجح في اليوتيوب. كيف تنجح اليوتيوب؟ عندك 3 أسباب او 3 خطوات عشان تنجح في اليوتيوب. بعلمكم بطريقه سهله مره ان تعلمناها انا يا اخوي. فهذه نصيحه. اول شيء يا جماعه الخير لازم تستمر. هذه نصيحه معروفه كاي يوتيوبر يبدا في البدايه.
اول شيء تستمر. ثاني شيء انه لازم يصير عندك اداه تصوير، وتحاول قدر المستطاع انك تستمر وتنزل بشكل يومي يوتيوب مره، ولا تقطع. هذا اهم شيء عشان تعرف كل شيء. عرفتوا يا جماعه الخير؟ هذه نصيحتي. في نصيحه اخيره بقول لكم اياها. طبعا النصيحه الاخر شيء يا جماعه الخير، النصيحه الثالثه، لازم تركزون. هذه النصيحه مره صعبه مره. اي واحد اذا سمعها وفهم فيها او خطه يفهم فيها خلاص وقال انا صرت ذكي فيها. لازم اول شيء، هذه نصيحه، شو خلاص انا ادري اني اسولف كثير بس لازم النصيحه اول شيء يا جماعه الخير، لازم